هذا البني ادم لازم الكل يمدح. ما تقولوا بلشوا يطبلوا لأربيلوة، لا والله ما هو تطبيل، بس هذا المدرب عرف كيف يتعامل مع الاسماء اللي بريال مدريد، عرف كيف يتعامل معهم، عرف كيف يمسك المباريات وكيف يلعب قدام الخصوم، عرف كيف يخلي اللاعبين يحبوا بعض ويكونوا ايد واحده، عرف كيف يخليهم يحبوه، وكل لاعب ببدله باخده بالحضن قبل لا يفوت يقعد على مقاعد البدلاء، عرف يوصلهم لقلبه وعرف هو يوصل لقلبهم. اذا بيضل ماشي على هذا النهج وبيضل على هذا الاداء، وانا عندي ثقه انه لسه الاداء راح يتطور معه، وبالاخص بعد عوده بينتوس راح كثير يساعد أربيلوة لانه معد بدني من الطراز العالي وكلكم بتعرفوه اكيد. فانا بشوف انه مدريد لسه راح يتطور اكثر من هيك مع أربيلوة، وباذن الله زيدان جديد. وبرجع بقول ما تفكروا انه احنا بنطبل، احنا بنحكي الاشي اللي شفناه في عينينا، وبنحكي الاشي اللي أربيلوة عمله وعرف انه يعمله مع نادي ريال مدريد. اكتب لي رايك، انا بحكي صح او لا؟ أربيلوة مدرب كبير قادم وفي قوه ولا لا؟ وبالنهايه وكالعاده هلا مدريد.